شفرناك اليوم. سي مهدي مرحبا. اهلا خويا حمزه، تحيه ليك وتحيه لخويا امين وتحيه لجميع المتابعين الكرام. مرحبا خويا سيمو. وقبل ما ندخلوا في النقاش غنسمعوا التصريح مدرب منتخب نيجيريا إريك شيل بخصوص التنظيم والجو في المغرب خلال كأس إفريقيا الحالية. أحببت كثيرا هذه الكأس القارية، استقبلنا جيدا والناس لطفاء، نشتغل بشكل جيد. ما أتمناه أن يكون لقاء كبيرا والفوز يعود للأفضل. سعيد للغاية بمقابلة هذا المدرب الكبير. تصريح كيعطينا فكرة على موضوعنا الأول. أمين، سمعنا شنو قال إريك شيل، سمعنا كذلك شنو قال محمد صلاح بخصوص التنظيم. كنظن ما كاينش مجاملة أمين، نسخة مثالية مختلفة على السابقة اللي النسخ السابقة اللي كانوا كيدوزوا. ربما حتى الظروف ساعدت أن المنتخبات يعطيو أعلى من عندهم كمستوى. يمكن هي كنقولوا دائما كانت كتقال انها غتكون احسن كاس افريقيا في التاريخ. الارقام اليوم كتتكلم على راسها سيمو. المغرب حطم الرقم القياسي ديال عدد الحضور الجماهيري 1,17,000,000. والارقام غنشوفوها الان فيها حتى الملاعب، جميع الملاعب سجلت اكثر من 30,000 متفرج في بعض المقابلات. شفنا الماتش ديال الكاميرون كوت ديفوار في مراكش، شفنا الماتش ديال طونجي اللي كان في طونجي ما بين الار دي سي والسنغال. خلاص المقابلات المنتخب الوطني ما كنحتاجوش نتكلموا عليها. الجمهور المغربي يا سيمو كان في الموعد، المغرب كان في الموعد وقدر على انه يخلي الملاعب ديالنا الجميله كلها عامره. وهذا كان منتظر. في البدايه كنا كنقولوا بانه هذا كان غادي تكون واحد النسخه مميزه بسبب انه الحمد لله الشعب المغربي شغوف بالكره. حتى في المباريات ديال الملحق اللي كانوا كبروفا كانوا اجواء ديال الكان واحد النيفو اللي عالي، اللي انا شخصيا كنتمنى كاع النسخ ديال الكان القادمه نشوف نفس الاجتهاد، نفس العمل اللي دار حاليا في المغرب. شي حاجه اللي زوينه. انا باقي عاقل في النسخه ديال 2017 المغرب كان تبدل من المدينه اللي كان لعب فيها بالضبط المباراه ديال مصر اللي بقيتي عاقل مع ايرفي رونار. تصور معايا كنا لقينا مشكله في الاقامه، كنسايلوا المنتخب ديال غانا حتى يخرج من لي شومبار ديالو، عاد حنا نبلاصيهم. فهاد المشاكل الحمد لله دابا ما كايناش، وكنتمناو الاستمراريه بحال هكا في جميع النسخ ديال الكان، حيت كاينه الجوده. والجوده شنو كتعطي هذا الربع كيف ما قال امين، وكذلك العصاره ديال افضل المنتخبات في الدومي فينال ما جاتش غير هكاك. جميع الظروف مواتيه باش تكون. رقم قياسي اخر تحطم او ربما تمت معادلته اللي هو عدد الاهداف المسجله مع نهايه دور الربع. تسجل 119 الهدف السيمو في 48 ماتش، وهو الرقم اللي كان تحقق في كامل النسخه ديال كوت ديفوار. وبطبيعه الحال طبيعيا فالمغرب انطلاقا من دور النصف غادي يتحطموا الارقام الى غايه دور النهايه، وربما نمشيو الرقم كبير وكبير بزاف عمره تحقق. هنا غنرجعوا لي بولوز، هنا غنرجعوا للظروف المحيطه بلا كوب. المنتخبات ربما وصلوا للبرايم ديالهم في المستوى اللي كيقدموا، والارقام هي قدامنا سيم. صحيح، وهذه كتعني بانه جميع الظروف مواتيه للاعبين المبدعين على انه يكملوا في الابداع ديالهم. دابا بقاو لنا الماتشات غير في الرويس تقريبا، غير واحد يسير باش انه يختموا ان شاء الله الكان مليحه ويعطيونا واحد المشهد اللي كبير. واخا المشهد غادي يكون كبير، كنعرفوا القيمه ديال النصف النهائي والنهائي. فمن طبيعه الحال هذه الارقام هذو كيعطيونا حاجه وحده واقعيه اللي هي كاين الجوده، كاين المناخ زوين، واغلب اللاعبين اللي عندهم اللي كيكونوا كيلعبوا مع منتخبات كبيره فكلهم تقريبا مولفين نفس الاجواء مع الانديه ديالهم في اوروبا. فالعادي هو هذا. امين. ايجابي جدا. وكاين واحد الرقم اخر نقدر نعتبره رقم قياسي كذلك، عجبني انا شخصيا كافريقي. 4 ديال المدربين افارقه في نصف النهائي. بل هناك رقم اخر قوي جدا السيمو، 75% من الانتصارات اللي تحققت في كاس افريقيا حققوها مدربين افارقه. ربما لافريك بدات كترجع لولادها السيمو، وحنا ربما بثلاثه بينا من الجيل اللي حل عيني على المنتخبات الافريقيه، مدربين فرنسيين بلجيكيين، ربما بعض الاحيان كيكونوا اسبان او اخرين. اليوم 4 ديال المدربين كلهم شباب وكلهم من افريقيا، وهما اللي نجحوا اكثر مع المنتخبات ديالهم اليوم في لاكان. صحيح خويا حمزه، وخلينا نتفقوا على واحد الحاجه. المدرب الاوروبي اللي عنده جوده قليل فيهم اللي يهبط الافريقي يدرب، هذه باش نتفقوا عليها. الجوده ديالهم كيبقاو في اوروبا. البقيه وهي كناخذوهم هذيك المهم هذيك العقده الاجنبي في هذه القاره كناخذوها بحال هكا. نقدروا نحسبوا النجاح ديال المدربين الاجانب في هذه القاره على رؤوس الاصابع. ما نقدروش ربما نفوتوا 4 ديال المدربين ولا 5. البقيه فشفنا على انه دائما كيكون اجتهاد والعطاء والتطور ديال الكره الافريقيه مبني على ولادها. والدليل كيف ما ذكرتي دومي فينال حاليا مكون من 4 ديال المدربين المحليين، باستثناء المنتخب ديال نيجيريا اللي عنده مدرب محل مالي، ولكن في حد ذاته راه مدرب من داخل القاره.
غنساليو من الامور التنظيميه وغنرجعوا للبالون وغنتكلموا على مقابله المنتخب الوطني المغربي ضد نيجيريا المرتقبه ان شاء الله نهار الاربعاء، وغنمشيو للرباط. وقبل الدخول في النقاش غنستمعوا لتصريح ثاني ديال إيريك شيل مدرب المنتخب النيجيري على المنتخب الوطني المغربي وعلى الناخب الوطني وليد الركراكي. المغرب منتخب مميز، ليس من السهل حين تكون أنت المنظم، هناك ضغط. الناس يقولون إن الأمور معقدة بالنسبة لهم، لكنه منتخب كبير بالنسبة لي. هناك عمل كبير في العمق، المدرب جيد ويملك لاعبين ممتازين، استعد بشكل مثالي للكان. لكم أن تتخيلوا قيمة العمل الذي أنجزه. اشتغلوا على خصوصيات جميع المنتخبات وتحليل مبارياتهم، ليست مباراة أو اثنان بل مئات المباريات، واليوم يستحقون التواجد في نصف النهائي. شكرا ياسين الحواسني والزميل مهدي إصوابن على الترجمة والصوت الجميل. أمين، سمعنا التصريح ديال إيريك، احترام كبير للوليد، وانا نسولك بصراحه واش هو احترام صادق او ربما طريقه باش لاح الضغط على المنتخب المغربي، لان الطريقه باش تكلم عليه فيها نوع من الانبهار. هو 50-50 غنقولها 50-50، شويه ديال البلوف شويه ديال الصدق. ولكن تنعرف يعني بحكم تبعت شويه إيريك شيل من ايامات يعني التجربه ديالو في مالي، وحتى فاش كان كيدرب في الجزائر. انسان مرزن ورزين، وكنظن بان هذا هو العامل اللي جعله انه ينجح مع منتخب نيجيريا، لان منتخب نيجيريا فيه الايغوات بزاف، فيه لي ستار بزاف. الا ما كنتيش يعني متمكن وشارب بلول كما كيقولوا صحابنا المراكشيين، خصك ديما تكون مقتنع. ما عقلتش على اوسيمان فاش ديك اللقطه في الماتش. تماما كان سيفير. شفتي يعني رد الفعل ديالو في الندوه الصحفيه اللي من بعد الماتش، تاكد بانه هذا مجموعه. المنتخب والنخبه فهي مجموعه، وهذه مهمه بزاف، وكنظن بان هذا سر من الاسرار ديال النجاح ديالو مع منتخب نيجيريا. سيمو، سمعتي التصريح ديال كذلك ديال المدرب، كاين احترام كبير للمنتخب الوطني المغربي، وقال واحد النقطه مهمه ما عرفتش واش كيغمق علينا فيها ولا لا. قال لك باللي كيتكلم بحال كيعرف السطا تكنيك ديالنا مزيان، لان كيقول اشتغلوا على المنتخبات هذه عام، هو كيقراو في المنتخبات بالتفاصيل الدقيقه. ما عرفتش واش تعجبني الحال ولا ربما نخاف طريقه باش كيلوحوا شويه لا بريسيون، خصوصا انه نيجيريا منتخب كبير، ولكن امام منتخب البلد المضيف الضغط فورسيمون كيمشي على الاخر، ما تيكونش عليك انت. وكاين حتى ضغط على المنتخب ديال نيجيريا، والتصريحات ديالو في الباطن ديالو فيها واحد الضغط كيبغي يسربوا المنتخب ديال الخصم. وهو احترام من طبيعه الحال كيف ما قال امين، عنده 50-50، ومدرب ذكي على انه ما يديرش الاستفزاز للطرف الاخر في الندوه الصحفيه. طريقه ديال الاحترام ديالو فهي مبنيه اول حاجه على انه كيلوح ضغط، وثاني حاجه مبنيه على احترام واقعي الستاف ديال المنتخب المغربي اللي داكشي اللي وصل ليه من طبيعه الحال المفخره الافريقيه ككل. فكنتمناو على انه هذا المدرب هذا ولو يكون عنده درايه وعارف بانه المنتخب المغربي والستاف ديالو خدم تقريبا مده ديال سنه ونصف على الخصوم، نتمناو على انه حتى هو يكون عنده واحد كيف ما كنقولوا على انه واحد العمل اللي داروا نكونوا حنا كنا متفوقين عليه واحسن منه، وتكون النتيجه لينا. غندوزوا للارقام ونتكلموا بلغه الارقام، وهذه المقابله هي دي دويل. لو دويل الكبير اللي غيكون السيمو بقى معاك هو ما بين افضل هجوم وافضل دفاع. نيجيريا سجلت 14 الهدف، المغرب استقبل هدف واحد ومن ضربه جزاء، ماشي من لاعب في الوقت ولا في لو جو ديريكت. كنظن ما نقولوش جوج مدارس مختلفه، لان حتى حنا كنلعبوا كره اون في ان بريسينغ، ولكن ربما جوج معطيات متناقضه، وكيبان على ان غادي يكون صراع تكتيكي كبير ما بين المنتخبين. صحيح، ما بين اقوى دفاع واقوى هجوم. فالمشروع ديال اللاعب اللي ممكن انه يكون في المباراه غادي يكون واحد طبق مغري للمتابع ديال الكره. غادي نشوفوا منتخب اللي كيبادر الهجوم، وواحد المنتخب اللي هو المنتخب المغربي اللي كيلعب بواحد التوازن، ومن حقنا اننا نلعبوا بتوازن، فضل انه المشروع ديال اللاعب اللي سلكنا وغاديين به مزيان. فغادي تكون مباراه اللي فيها جوج ديال المدارس كيف ما قلتي، مدرسه دفاعيه اللي نقدروا نعطيو راسنا الصفه الدفاعيه، ولكن سلكاتنا يمكن واعرين فيها حنا كاع، حنا واكلين منها طرف ديال الخبز نكملوا بها بحال هكا. نشوفوا نيجيريا تلعب هذاك الاوبن بلاي ديالها وتفتح، وناخذوا ان شاء الله بالطريقه اللي كنلعبوا بها ديما. امين، سمعتيش كاع سيمو؟ متفق في الدياغنوستيك، اي بوتيتر ما نقولوش كاين جوج مدارس، ولكن كل واحد ربما ونقطه القوه ديالو. حنا ربما من كاس العالم لدابا تعلمنا نكونوا سوليد، واننا ربما نجريو لي مومون ديفيسيل اللي كنكونوا فيهم بريسي على المستوى الدفاعي مزيان. نيجيريا ربما باختيارات تكتيكيه واضحه كيخليو لي زيسباس اللور، ولكن كيسجلوا اهداف كثيره
وعندهم قوه ضاربه في الهجوم بجوج ديال لي زاتاكون اللي كبار بزاف. لا احنا يمكن حتى في الهضره ديالنا في التحاليل ديالنا حتى قبل من الكان تندويو بزاف على الهويه الكرويه ديال المغرب. كنظن باننا يعني هذا الموديل هذا اللي خدمنا به في لاكوب دو موند، اللي خدمنا به في U20، اللي خدمنا به في U17، كنظن بانه هو الموديل اللي هو كيتماشى بزاف مع العقليه ديال اللاعب المغربي. كنعرفوا بان اللاعب المغربي تقني، ولكن خصك تقيدوا بالادوار التكتيكيه باش يعطيك 100%. الا بقيتي غادي غير في الموهبه ما يمكنش، خصك ضروري شويه ديال الخدمه معاها. كنظن بان الخدمه التكتيكيه ديال اللي كدار على مستوى الاداره التقنيه بما فيها المنتخب الوطني الاول خاصها تمشي في هذا الاتجاه هذا في رايي الخاص. وسيم من الامور اللي كنا كنعانيو منها شحال هذه، كيف ما قال امين، لاعب المغربي بالفطره كوايري، ولكن المشكل اللي كانت عندنا حنايا النضج التكتيكي اللي كيتعلق وحنا ما عندناش الكره. وليد شكرا ليه بدل لنا الفكر، بدل لنا العقليه، وكان كيدافع على هذه المنهجيه ديال انه هذيك الاداء هو اللي كيلخصها لك. فاش كيلخصها لك على انك تجيري المراحل ديال القوه والمراحل ديال الضعف، خاصه المراحل ديال الضعف ملي ما كتكونش عندنا الكره كان كيكون عندنا فيها مشكل. حاليا التصليحات اللي كنتمنوا الاستمراريه بحال هكا. يمكن السيمو واخا ربما الاختلاف في التوجهات التكتيكيه بين المنتخبين، ولكن عندهم كاين واحد القاسم مشترك ملي كنمشيو للانتونسيتي كمعدل فمقتربين بزاف. المغرب في الصداره ديال المنتخبات اللي عندهم ان جو بلوز انتونس في لاكان كامله بمعدل 6.2، نيجيريا 6. والقاسم المشترك في هذا المعدل هو انه قريب بزاف من المعدلات العاديه امين ديال المستوى العالي لا بريمير ليغ، ولا مثلا الماتش اللي شفنا الكلاسيكو البارح اللي كان هو معدل ديال 5.56. جوج منتخبات كنظن هذا المعدل هذا كيعكس لو ميريت ديالهم انهم مشاو للنصف النهائي. يعني بدون مجامله كنظن بان حتى من التركيبه البشريه لا ديال المغرب لا ديال نيجيريا احسن ما كاين في القاره حاليا. اذا استثنينا السنغال، ولكن باقل من زعما بكل صراحه اقل من الناحيه الكميه، ماشي من الناحيه النوعيه ولكن من الناحيه الكميه ديال اللاعبين. تنشوف مثلا ملي تتشوف يعني الخط الهجومي ديال نيجيريا عندهم 3 لاعبين توب نيفو، وحتى اللاعبين اللي تيجيو من بنك احتياط حتى هما توب نيفو. يعني ملي تشوف تشوكويزا ولا موزيس سيمون اللي تيدخلوا او ديلي باشيرو، هادو كاملين يعني النوعيه ديال اللاعبين من هذا. وتنرجعوا للهضره الاولى ديالنا بان ملي تتكون الظروف فهو اللاعب اللي هو احسن هو اللي تيبان مزيان، لان الظروف مؤاتيه وكل شيء متعادل. الدويل الاخر امين هو على المستوى الفردي. عندنا احسن هداف في الدوره، عندهم احسن ممرر في الدوره، دياز 5 الاهداف، لقمان 4 ديال التمريرات، وربما عنده ارقام اخرى قويه غنرجعوا لها من بعد. كتبان على انه كل واحد فينا عنده واحد الخصم على المستوى الفردي غادي يواجهه، وخصو يخلي له ماركاج انديفيدويل او ربما حلول تكتيكيه باش ربما يقيد الخطوره ديالو. ياك بطبيعه الحال يعني الا بغيتي تربح الالقاب خاصك تمزج ما بين اللاعبين اللي تيديروا لك ليكسبلوا واللاعبين اللي تيخدموا لك السيستيم. يعني تيكون السيستيم خدام مزيان، ولكن تيكون هذاك لا بيس ميتريس، هذاك اللاعب اللي تيدير الفرق. شفناه مع صلاح مثلا مع مصر اللي عندها ان سيستيم مزيان، شفناه مع السنغال اللي بعض المرات تيكون ساديو ماني، بعض المرات تيكون اسماعيل صار ولا حتى نيكولاس جاكسون، ولكن غالبا تيكون ساديو ماني. وشفناه مع نيجيريا ومع المغرب مع لاعب بحال لوكمان اللي تيدير لك الفرق، مع العلم ان كاينين لاعبين اخرين اللي بيان سور تيمدوه بالكره، وابراهيم دياز اللي حتى هو تيحط راسو في احسن ظروف باش يقدر يسجل. لقمان اللي عنده 8 ديال المساهمات الا خلطنا الاهداف والتمريرات الحاسمه ديالو، نقدروا نقولها من افضل اللاعبين في الدوره هذه ان لم يكن الافضل. السيما صحيح. الى جانب اوسيمين ارقام ديالهم مزيانه. الجانب الفردي كلا المنتخبين عندهم حلول فرديه اللي كبيره، وحتى الجانب الجماعي فكنشوف بانه اللي ساعد هاد اللاعبين باش يبرزوا فرديا هو العمل الجماعي ديال الفريقين بجوج. انا كنشوف بانه الى جانب المنتخب ديال السنغال 3 المنتخبات اللي الخدمه اللي داروا والعمل اللي داروا بما فيه كيتعلق بمجموعه وكذلك افراد، نقدر نقول بانه وحده فيهم الا كانت الامور مشات بلا مفاجاه وحده فيهم هي اللي تاخذ اللقب، وهذا راجع الجوده ديال هاد اللاعبين هادو اللي الارقام كتحدث على المستوى العطاء ديالهم. سيمو لاعب اخر غنتكلموا عليه وربما غنرجعوا له في الحلقات القادمه لان مازال غنهضروا على الماتش ديال نيجيريا والمغرب. اليكس ايوبي لاعب مهم بزاف في السيستيم ديال نيجيريا. سيمو 4 ديال لي بريزاسيست في هاد لاكوب دافريك، وهي احصائيه اللي كيتظلموا فيها بزاف اللاعبين لان عموما في التحليل ديالنا كنركزوا على لي باس ديسيزيف، كنركزوا على الاهداف، ما تنشوفوش لي بري اسيست اللي كتكون فيهم خدمه كبيره ربما قبل لي 30 متر الاخرين ديال الخصم. صحيح. من اكثر اللعابه اللي هما عندهم واحد التوازن وكيعطيو خطوره للمنتخب ديال نيجيريا
ما ناخذوش لوكمان كفعاليه واوسيمين كفعاليه وانهاء وصناعه، ولكن ناخذ المزود العقل المدبر ديال المنتخب ديال نيجيريا ايوبي، والطريقه كيفاش المنتخب ديال نيجيريا كيبنيو على الجهه اللي كيلعب فيها، كيبنيو دائما البناء ديال الهجمه على الجهه اليسرى، كتبدا من المحور، عندهم جوج ديال المحاور كيختاروا دائما يبنيو على المحور اللي في الجهه اليسرى. كذلك كيمشيو عند ايوبي اللي هو اللاعب اللي كيعطيهم الاضافه الكبيره، وجميع من الارقام اللي قلتي ديال التمريرات المفتاحيه والبري اسيست اللي كيعطي، فكيبين بانه نيجيريا البروجي جو ديال اللي على اليسار مبني على ايوبي اللي كنجحوا في العمليه ديال الصناعه وكذلك الانهاء. امين ايوبي لعاب مهم في لا كومبوزيسيون ديال اريك شال، ربما خص اللعابه ديالنا في الوسط يحضروا معاه مزيان. القصه ديال ماشي ربما خصهم يحضروا معاه مزيان. القصه ديال ايوبي مثيره للاهتمام بزاف. تنعرفوا بانه جاي من عائله كرويه، هو راه ولد خلت جي اوكوتشا، وكان بدا 10 او حتى نافذ في ارسنال في الايامات الاولى، ولكن بحكم الاكسبيرونس التجربه والملاقات ديالو المدربين الكبار، فهو رجع شويه، يعني تراجع شويه في التموقع ديالو في الملعب، تيلعب ميليو غوليور 8، ولكن بالكاليتي ديال 10. وتنشوفوه كما قال سيمو اللعب ديال نيجيريا تيتجه اللعب على اليسار، وتنشوفوا واحد لا روتاسيون كيفاش تيديرها، هو طلب الكره تيلعب بلا كره، تيخلي الكره، ولكن تيشدها في الوقت اللي كيكون في يعني في ظروف مؤاتيه باش يعطيه هذيك التمريره المفتاحيه اللي هضرتي عليها اللي هي مهمه بزاف. امين، بغيت نسولك على ويلفريد نديدي، لو كابيتان غائب، سجل هدف في الدوره، رابح 54% ديال لي دويل في هذا الماتش، في لي ماتش اللي تلعبوا في لاكان. كنظن هذا الناط في صالح كومام المنتخب المغربي، واللي ربما كيخلينا واحد النوع ديال الاطمئنان بالنسبه لنا. 50-50 عاوتاني، لان شوف حمزه ملي كتلعب مع فرق كبار فانت كدير لا بريباراسيون على اللاعبين الكبار اللي كيكونوا فيها، خصوصا يعني اللاعب بحال ديدي ويلفريد نديدي اللي تنعرفوه في ايفرتون، اللي تيعطي بزاف ديال التوازن للفريق ديال نيجيريا. حنا عارفينه بانه الاتجاه او الفريق تيتجه بزاف للهجوم، وعنده اسلحه هجوميه خطيره، وتيحاول انه بالدارجه كنقولوا كيكالي شويه على الدفاع. يعني الدور ديال نديدي مهم بزاف. علاش قلت لك 50-50؟ لان المدرب فاش يتحط في هذه الوضعيه هذه تيبدل. حنا ما تنعرفوش بزاف لي بروفيل اللي جاي من بعد، اكيد ان الناس ديال الاناليز غادي يخدموا على هذا الشيء، ولكن ما عارفينش لي ميكانيزم اللي كيكونوا بيناتهم، بحكم اننا شفنا بزاف ديال نديدي وايوبي لاعبين في الميليو، فدونك كتبقى 50-50. دويتي على الناس ديال لي زاناليز، ومعنا الناس ديال لي زاناليز هنا سيمو غادي يمشي للسكان باش يتكلم لينا ويديتيكتي لينا لي لاكون ديال المنتخب النيجيري على المستوى الدفاعي. تفضل سيمو. فبالنسبه للمشاكل المنتخب نيجيريا، فاللي كتكرر بزاف وهو الجانب الدفاعي ديالهم. هما ما عندهمش الكره، عندهم اغلب الاهداف اللي كيتماركاو عليهم كيجيو من الجهه اليسرى، سواء تبناو في العمق او تبناو في الجهه اليمنى ديالهم. من الحاله الدفاعيه عندهم مشكله في الجهه اليسرى من الحاله الدفاعيه ديالهم. يعني الا كان عندنا واحد الفعاليه ومستوى كبير من اللاعب ديالنا وفي العطاء ديالو في الجهه اليمنى، سواء دياز سواء كذلك اشرف حكيمي، فقادرين نخلقوا مشاكل للمنتخب ديال نيجيريا، بحكم انه هذا البوست هذا هو اكبر مشكله اللي قلقات المدرب ديالهم إريك شيل، اللي شنو دار البدايه ديال المباريات ديال المنتخب ديال نيجيريا، وكذلك المباريات ديال التصفيات، كذلك المباريات ديال الملحق، كان كيلعب بلاتيرال غوش ديال المنتخب ديال فريق بورتو سيناسي، اللي من بعد بدلوا في وسط التظاهره بسبب اخطاء المتكرره ديالو، ومشى اللاعب اللي هو زميل ديال ايوب الكعبي في اولمبياكوس اونياماتشي اللي عنده هو نفس المشكله. واخا بدل كيبقى الاصل ديال المشكل كيتكرر في هذا الفريق هذا اللي نمشيو ونشوفوه. فمن المشاكل ديالهم اللي تكررات، فهنا غادي نشوفوا الطريقه ديالهم مع المنتخب ديال اوغندا، الطريقه اللي تبنات في اليسر، داز الكره للعمق، كيفاش انه اللاعب طلب الكره وهنا دار العمليه ديال السحب اللاعب لاتيرال غوش على انه خرج من الموقف اللي هو فيه والموضع اللي هو فيه. الطريقه ديال التحرك ديال اللاعب الاخر اللي غادي حتى هو يمشي ودير العمليه ديال السحب لاك سونترال ديال المنتخب ديال نيجيريا، والممرر هنا اللي بدا الهجمه هو اللي يمشي ياخذها في المنطقه اللي بقات في الدار ديال المدافع، وهنا غادي ياخذ تمريره في الدار ديال المدافعين ديال المنتخب ديال نيجيريا، ويستافد من طريقه ديال التحرك بلا كره اللاعب اللي كان قلب الهجوم. نمشيو كذلك لمباراه اخرى لنفس المشكله ديالهم اللي كانت هي البدايه اللي خلات هذا اللاعب هذا سيناسي ديال بورتو هو اللي حيدوا المدرب، بسبب انه هنا ما كيسدش ما بينه وما بين لاك سونترال، وكيخلي اسباس اللي يمشي فيه المهاجم ديال المنتخب ديال تنزانيا. شكرا سيمو، الله يبشرك بالخير. الله يحفظك خويا حمزه. محتاجين شويه ديال التفاؤل. اكزاكتومون، نحيدوا شويه بهم الخلعه. غندوزو للماتش الاخر اللي هو ماتش قوي وكبير بزاف، مقابله مصر السنغال. نمشيو لطنجه.
امين، السنغال ومصر تلاقاو، ولكن جوج لعابه اخرين بيناتهم قصه عاودوا تلاقاو، صلاح وساديو ماني. هذه ماتش دومي فينال بالنكهه ديال الفينال ديال 2022، النكهه ديال الملحق ديال كاس العالم 2022 حتى هي. كاينين حسابات ما بين مصر والسنغال. شفنا بانه كان تغيير في العريضه التقنيه لا ديال هادو لا ديال هادو. ديك الساعه كان كيروش عند مصر وكان اليو سيسي عند السنغال. شفنا بان السنغال تحروا بزاف من بعد لو ديبار ديال اليو سيسي مع بابتياو، ولاو تيلعبوا واحد الكره هجوميه اكثر فاكثر. الجهه اليسرى كما قال سيمو على قبل نيجيريا، فالجهه اليسرى ديال السنغال هي اللي كتشكل الخطوره الكبيره بزاف، لان لي سيركوي دو باس فيها بزاف وفيها ساديو ماني. وفي نفس الوقت مصر هي مصر كتلعب معاك ببراغماتيه كبيره. تنعرفوا بان اللاعب المصري ما عمرو كان يعني ديك الموهبه الكبيره بزاف او لا ديك لاستار الكبيره بزاف. اذا استثنينا صلاح اللي تقنيا بالنسبه لي انا فيه المعدل بزاف في مصر، وحتى مرموش اللي التكوين ديالو كان مزيان. مصر منتخب متجانس تيلعب على روح المجموعه، ما عنده ما يدير بالكره، ما عنده ما يدير بالفرجه. الاهم عنده هو البراغماتيه، والدليل هو انه عنده 7 الالقاب. وغنديروا فوكس كبير مع سيمو على صلاح 5 ديال المساهمات، من افضل اللاعبين في الدوره. كيبان لك انت لا كان ديال صلاح خصنا انه جاي فورما ماشي تليه من ليفربول. صحيح عنده مشاكل كبيره مع فرقته. حاليا نقدروا نقولوا صلاح بانه في المواسم الاخيره هذا اضعف موسم ليه، ولكن يمكن هذيك الروح اللي كيعوضوا بها المصريين الامكانيات والموهبه والفرديات الى اخره، فكتعاون صلاح، كتعاون كذلك المجموعه. وكاين القاعده في الكره اللي ما كنتيش كواري كتلعب بالقلب ديالك، كنتي كواري كتلعب بالعقل ديالك، هي اللي دايرين المصريين حاليا. امين، صلاح عنده واحد الشالنج اخر على المستوى الفردي، وهذا الشيء ربما كيشجع اللعابه على انهم يعطيو افضل من عندهم. بطبيعه الحال كتلعب المايو ناسيونال، كتلعب المنتخب، ولكن الارقام الفرديه كتبقى مهمه. فصلاح الماتش اللي داز عادل الرقم ديال حسام حسن ب 11 الهدف في كاس افريقيا، وهو الان على بعد هدف واحد من معادله الرقم التاريخي ديال حسن الشاذلي ديال 12 البيت. كنظن انه صلاح ربما غيزيد يكتب اسمه كربما افضل لاعب مصري في تاريخ الكره المصريه. بكل صراحه يعني كما قال سيمو، مصر كتلعب بروح المجموعه بزاف، وهادشي شفناه يعني حتى في يعني حنا شويه شيبانيين باقيين عاقلين على مصر في بدايه التسعينات وحتى في النصف الثاني ديال التسعينات اللي كانوا مواجهات مباشره كثيره مع المغرب. اللي صراحه حنا تقنيا بكل موضوعيه كنقولها، تقنيا كنا احسن منهم، ولكن هما كانوا ديما تيحاولوا انهم يتفوقوا علينا. والدليل هو تقنيا كنا كنديروا الفرق راه تقريبا 30 سنه اللي ما ربحوناش فيها مصر. ومن بعد فاش بداو تيلعبوا ببراغماتيه، والسيمو قبيله جبد لي واحد لي سوفونير ما عزيزش عليا بزاف، اللي هو بورجونتي في الكابون وربع النهائي مع مصر اللي كنا دومينينا الماتش، ولكن في الاخر خسرنا. ما كونكريتيزيناش تماما. مصر صلاح هو هذاك اللي يعني ديك المناره اللي تيتجمعوا عليها اللاعبين المصريين كاملين. متاكد بانه الا ما كانش ان ليدر بحال صلاح في الفريق صعيب بزاف باش تجمع هذيك المجموعه بحال هكاك. والدليل هو انه تيوريهم الطريق، وبطبيعه الحال راه غادي يهضر على التاريخ ديالو. لو ليدر الاخر ديال المنتخب السنغالي ساديو ماني، صاحبه السابق في ليفربول، 4 المساهمات و78% ديال النجاح في لي 1 كونتر 1 سيمو. ساديو ماني تا هو جاي بفورمه كبيره وباغي يزيد لقب اخر للسنغال في هذه لاكوب هذه. والامور ديال ساديو ماني عكس محمد صلاح، فريق اللي عندهم مجموعه ولاعبين اللي ممكن انهم يعطوا اضافه ويعاونوا ساديو ماني باش انه يعطي دوك الموهبه ديالو ويعطي اضافه للمنتخب ديال السنغال. السنغال مستوى كبير. مصر يمكن لاعبين على محمد صلاح بحال كيف ما كانت الارجنتين لاعبه على ليونيل ميسي باش ياخذ واحد اللقب اللي تقريبا هو اللي ناقص محمد صلاح في الكارير ديالو. كنتمناو يعتزل ويبقى ناقص. ولكن ساديو ماني السيمو غيكون في مواجهه ديال لعابه في الفورمه الكبيره. الارقام ديالهم انا بالنسبه لي كتخلع على المستوى الدفاعي. في لي دويل في المواجهات ياسر ابراهيم في القمه ديال النجاح ديال اللاعبين على مستوى كاس افريقيا في المواجهات او الالتحامات، 77% او تقريبا نقولوا 78% ديال النجاح. محمد هاني كذلك 76% ديال نسبة النجاح في الالتحامات ولي دويل. ورامي ربيعة على مستوى المواجهات الهوائية لي دويل ايغيان 83.83%. امين، القاسم المشترك بين ياسر ابراهيم ومحمد هاني انهم في الكولوار اللي كيلعب فيه ساديو ماني. كنظن غتكون عندهم مهمة صعيبة الماتش ديال السنغال، الى ربما السنغال بازاو اكثر على لي زانديفيدواليتي ديال ساديو ماني. شوف محمد هاني هو يعني الشخصانه ديال
كيفاش السيستم كيخدم اللاعب وي. وكيفاش اللاعب تيتبدل في ظل السيستم اللي تيلعب فيه. محمد هاني بلا شك الناس اللي تيتبعوا الكره الافريقيه والتشامبيونز ليغ تيحطوا علامه استفهام، تيقول لك كيفاش هذا اللاعب بهذا المستوى تيلعب في الاهلي هو الجوج ديما تيتولير ديما. ولكن فاش شفناه حسام حسن تيلعب بالدفاع ثلاثي وتيحطوه هو في الكولوار كبيستون، شفنا بانه يعني تبارك الله يعني المردود ديالو كبير بزاف هذا لاكان. وكما قلتي غادي يكون من الناحيه ديال ساديو ماني، ما كنظنش ان لا بدنيا لا في السرعه غادي يقدر يجاري المستوى لا ديال ساديو ماني لا ديال ديوف اللي بالنسبه لي من احسن لي لاتيرو غوش اللي كاينين، الظهير الايسر اللي كاين في لاكان. ولكن كسيستم مصر مع المساعده ديال مروان عطيه، مع المساعده ديال الخط الثلاثي اللي فيه رامي ربيعه وفي احمد فتوح اللي هما لاعبين ديال تجربه كبيره، تنظن بانه غادي تكون الامور صعبه جدا بالنسبه للسنغال. سيمو ملي كتشوف الثلاثه الارقام هذو دفاعيه، خصوصا رامي ربيعه اكثر لاعب ربح لي دويل ايريان، ياسر ابراهيم لما نتكلموا عليه، محمد هاني، السنغال كنظن غيكون قدامه ادفيرسير كبير، لان قبل كنا كنتكلموا على مصر كمجموعه وكجروب وهذا ربما شان تاريخي عند مصر، ولكن اليوم اللي كتشوف على المستوى الفردي الاداء الدفاعي ديال مصر من المستوى الكبير. هي انا نحط هذا السياق ديال الارقام ديال المدافعين ديال مصر في واحد السياق ديال انه المشروع ديال اللاعب اللي محطوط هو انهم كيدافعوا. تمام. فملي كتكون كتدافع الارقام عادي كيكونوا بهذا الشكل هذا. ملي كتكون كتهاجم كتكون عندك بي بي دي ا طالعه، كيكون عندك اكس جي طالع، فهاد الارقام هادو مستحيل يكونوا عند مصر طالعين، يكونوا طالعين عند المنتخب ديال السنغال. في المشروع اللي حطات مصر بحسام حسن واقعيا راه هذا المشروع هو اللي خلاهم يوصلوا لدابا، راه كل لعبوا ذاك الاوبن بلاي واللاعب موضعي ما كانش عندهم لي مويان ديالهم، ما يديروش هاد الدومي فينال بحكم انه الجوده ديال اللاعبين كمجموعه ككل ما عندهاش امكانيات فرديه باش دير مستوى ديال انها تلعب الكره. فالعادي انهم يعوضوا باش هي هذيك ما كتكونش كواري كتلعب بالقلب ديالك، فمصر لعبه بالقلب ديالها عليه واصل هذه النقطه هذه. شكرا سيمو، شكرا امين، مرحبا بك مره اخرى، شكرا لكم على حسن المتابعه، الى اللقاء في حلقه قادمه.